السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل معاكم الفطاير الجميلة ديت بطريقة يعني ما شاء الله سهلة وبسيطة. كل سنة وانتم طيبين. بقى المدارس على الابواب ونعمل بقى الحاجات ديت لاولادنا تنفع بقى معاهم في المدرسة واللانش بوكس وكده. طالعة بقى جميلة وروعة كده زي ما انتم شايفين، ان شاء الله سهلة وبسيطة وما خدتش اي وقت. اتمنى بقى ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها. ندخل بقى على الطريقة على طول عشان ما نطولش عليكم الفيديو. هنا بقى جبت البولة، حطيت فيها 4 كوبايات دقيق. هنحط بقى عليهم معلقة كبيرة خميرة اللي هو الباكت ده، ما هو اصلا بيبقى معلقة، ومعلقتين سكر وشوية ملح، يعني ايه ربع معلقة كده. نقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها. اللي مش ضامن بقى الخميرة ممكن يختبرها في شوية مية، يعني يحط الخميرة مع السكر في مية دافية ويسيبها بس ايه 5 دقايق كده. هننزل بقى بعلبة زبادي، ومعايا بقى كوباية لبن. هنزل بقى كده شوية بشوية. هي خدت علبة الزبادي وكوباية اللبن، واللي حابب بقى يعجن بمية عادي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى بعد العجينة ما خلاص لمت، هننزل بقى عليها بشوية زيت كده، حوالي 3 معالق زيت. ممكن زيت نباتي او زيت زيتون، انا كان عندي زيت زيتون فحطيت ايه زيت زيتون. هنعجن بقى شوية كده كمان حوالي 10 دقايق، يعني هي كل العجين خد معايا 10 دقايق. حط بس شوية زيت على الوش كده وندهنها كويس عشان بس ما تلزقش مننا في الطبق. هنغطيها بقى ونسيبها لما تخمر. ده كده بالكيس والفوطة، ونجهز بقى معاكم الحشوة على العجينة ايه ما تخمر. الحشوة بقى اي نوع ايه جبن انتوا حابينه. كان عندي بقى جبنة خزين، حطيت عليها معلقة من اللي هي الجبنة الكريم اللي هي الدومتي. هنعملها بقى كده بالشوكة، وهنحط بقى عليها ايه فلفل اخضر. ممكن بقى الوان اللي يريحكم، اللي حابب بقى يحط برضو زيتون، بس انا يعني ما حبيتش ايه احط عليها زيتون. اكتفيت بس بالجبنة والفلفل كده. هنا بعد ما قلبتهم بقى كويس مع بعض، هنا بقى ما شاء الله العجينة كانت اختمرت خالص. جبت بقى البلانشة ده، هندهنها بقى كده شوية زيت عشان نفرد عليها العجينة. هناخد بقى قطعة من العجينة ونفردها بقى هنا على البلانشة بتاعتنا بالشكل يعني اللي انتوا شايفينه ده. زي ما قلت لكم هي سهله خالص، نفس فكره السينابو، بس دي بقى بدل ما نحشيها بقى زبده وقرفه هنحشيها بقى جبنه. هنا بقى ما شاء الله بعد ما فردتها هنفرد بقى عليها الايه الجبنه اللي احنا جهزناها معاكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى بعد ما خلاص فردت كل الجبنه هنقطعها بقى كده بالقطاعه بتاعه البيتزا او اي يعني سكينه موجوده. هنقطعها بقى كده الشرايح. الفكره بتاعتها يعني ما شاء الله سهله وبسيطه خالص. هنلف بقى كده الشرايح ديت رول كده، ونضغط بقى عليها كده شويه ايه بايدينا، ونحطها بقى في الصاج او الصينيه اللي احنا هندخلها الفرن زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. زي ما قلت لكم بقى هتنفع للولاد في اللانش بوكس بقى في المدرسه. كل سنه وانتم طيبين، خلاص المدارس قربت.
ونبقى محتارين يعني نعمل لهم ايه ياخدوا معاهم المدرسة. هنا بقى بعد ما خلصت كل الكمية اللي معايا حطيتهم بقى في الصواني كده، هنسيبهم بس كده شوية وبعد كده بقى ندخلهم الفرن. هنا بقى بعد ما خلاص طلعوا من الفرن، طبعا الفرن كان حامي على درجة عالية، يعني اي معجنات بتدخل الفرن على درجة حرارة عالية. ما شاء الله واخده لون ذهبي من فوق ومن تحت، بصراحه طالعه روعه وطعمها كان جميل خالص. وبقول لكم كمان ان هي يعني ما شاء الله طريه وهشه خالص. هنطلعها بقى كده معاكم عشان ايه نقدمها بقى معاكم، ممكن برضو تنفع بقى للفطار برضو مع كوبايه شاي او شاي بلبن. وزي ما قلت لكم بقى في اللانش بوكس للولاد في المدرسه، تبقى ايه سندوتش كده جاهز، بدل ما نقعد بقى نعمل سندوتشات بجبن وحاجات، دي تبقى جاهزه ايه كلها مع بعضها. وما شاء الله الاربع كوبايات دي عملوا لي كميه يعني ايه حلوه ما شاء الله. افتح لكم واحده برضو كمان من جوه اوريكم ازاي هي هشه خالص وطريه. وعملت بقى كده معاها كوبايه شاي بالنعناع. بتمنى بقى ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده يعجبكم وتجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم في التعليقات. الصراحه كان طعمها جميل خالص وعجبت يعني الاولاد وكده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.